السلام عليكم. الأغلبية كيسمع الربح من مواقع التواصل الاجتماعي ومازال تالف كيفاش يبدأ. اليوم بتتبعك لهذا الفيديو غتعرف البداية ديال مشروع الربح من صفحات اليوتيوب والفيسبوك. خليكم معنا وتسمعنا مزيان في الكلام اللي غيتقال في الفيديو. مرحبا بكم. باش دير قناة ناجحة في اليوتيوب أو صفحة الفيسبوك وتبغي أو تسنى منهم الربح، خاص دير في بالك واحد الحاجة. إلا ما كانتش عندك، بلا ما تفكر تمشي بعيد أو تربح من حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الحاجة هي الاستمرارية، تنزيل المحتوى. هذا مبدأ أو أصل أو قاعدة هي اللي ممكن تبني عليها هذا المشروع. أي مشروع، هادشي اللي خاصك تدخل راسك. بحال ملي كتمشي تقدم طلب للشركة لواحد البوست كيكون شاغر وكيكونوا طالبين فيه مواصفات انت كتشوفها عندك وكتلتزم. كذلك صفحات اليوتيوب أو فيسبوك كتوفر ليك عمل أو بوست شاغر بشروط اللي انت كتلتزم بها. ملي كتشوف راسك مؤهل كتقدم طلبك وكتسنى القبول، وهذا الشيء فيه التزام واستمرارية، وإلا ما تسناش شي نتيجة. هذه من ناحية. حاجة أخرى، خاصك تفكر في محتوى أو نيتش اللي تخدم عليه، وهذا المحتوى ما خاصكش تختاره عشوائيا، وإلا ما غتكونش ديك الاستمرارية اللي تكلمنا عليها في البداية. المحتوى غتلقاه انطلاقا من حاجة واحدة، وهي تسول راسك هذا السؤال اللي في الجواب ديالو الحل الجذري لهذا المشكل اللي مكلف العدد من الناس وبسببه كيتراجعوا على هذا المشروع. هذا السؤال هو اشنو الحاجة اللي كنعرف نديرها وكنتقنها، واللي إلا درتها غتكون غنكون ناشط وفرحان. الجواب ممكن يكون مثلا: أنا عندي صنعة كنشد الخدمة من عند الناس. أنا كنعرف نطيب مزيان شهيوات. أنا كنعرف نحكي قصص وروايات. أنا كنبغي السفر واكتشاف الأماكن. أنا كيعجبني البيع والشراء. أنا كنتابع آخر الأخبار واكتشافات وإلى آخره. الجواب اللي غتلقاه هو المحتوى اللي غادي تخدم عليه. بحال مثلا جاوبنا على أنا عندي صنعة كنشد الخدمة من عند الناس، غتجاوبي بأنا عندي صنعة. مثلا أي حاجة، أي صنعة كانت عندك، ملي تكوني تخدمي هذيك الصنعة غادي تصوري فيديو وانت كتخدميها، وغتخدمي النتيجة ديال ديك الصنعة ديالك وغتحطي الفيديو، والناس اللي مهتمين غادي يتابعوك. من بعد كتبقى تقنية التصوير وزوايا الإضاءات وطريقة الإلقاء كذلك مهمين في زيادة التفاعل على المحتوى ديالك. من بعد كيجي المونتاج أو التعديل على الفيديو اللي غتكون صورتي. ممكن ما تحتاجش لتعديل إلا خديتي جميع الاحتياطات خلال التصوير وكان الصوت واضح وإضاءات مزيانة. ولكن في الغالب كنحتاجو المونتاج أو التعديل على الفيديوهات ديالنا، كنضيفو فيهم مؤثرات اللي كتزيد شوية جمالية على الفيديو، أو إضافة صوت مثلا، أو تقطيع لقطات غير مرغوب فيها، أو حتى طريقة ظهور شي لقطة معينة من الفيديو. في الفيديو اللي جاي غنشرح لكم العمل على المونتاج في الفيديوهات ديالكم واستعمال برامج عدة من الأصعب للأسهل، وغنعطيكم اختيارات كثيرة اللي ممكن لكم تستعملوها لهذا الغرض. كنتمنى يكون الفيديو ديالي فيه إفادة لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.